ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في آداب الخلاء أن الإنسان إذا عطس يحمد الله، وإن شمته أحد فلا يرد عليه. انتبه. وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء، وله أن يجيب مؤذنا ولا يرد سلاما، مع أن الموضوع كله أذكار، أليس كذلك؟ فلما قالوا في هذا الذكر يقوله في الخلاء، وهذا الذكر لا يقوله، هذا يقوله وهذا لا يقوله، هذا يقوله وهذا لا يقول. ما المأخذ الذي جمع وفرق؟ هو قاعدة أصول، هو قاعدة فقهية. قاعدة فقهية. الذي يقرأ هذا السطر من الروض المربع أو غيرها من كتب الفقهاء وهو لا يعرف ولم يستحضر ذهنه هذه القاعدة، فسيقول الفقهاء يطمرون طمر، يقول ما يقول، يقول ما يقول. لا، ما قررت هذه إلا بسبب قواعد. هذه القاعدة تقول إن ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا، فالأذكار إما مطلقة وإما مقيدة بسبب. المطلقة ما نشأ فيها، نبي الأذكار المقيدة في سبب. إذا وجد سببها وأنت داخل دورة المياه هل تقولها ولا لا؟ ننظر. إن كان قولها فيما بينك وبين نفسك بتحريك شفتيك بدون جهر تتحقق منه المصلحة الشرعية، تتحقق منه المصلحة الشرعية بدون جهر فقله، وإن كانت المصلحة الشرعية ما تتحقق إلا بالجهر فلا تقله. لو أرجع للفروع لوجدتم أنها واضحة. لو سلم عليك أحد هل ترد عليه السلام؟ جواب لا، لأن رد السلام يطلب فيه الجهر، إذ لا تتحقق المصلحة الشرعية منه إلا بالجهر، فإذا لا ترد السلام. طيب لو عطس الإنسان في الخلاء أيقول الحمد لله فيما بينه وبين نفسه؟ لما؟ لأن الحمد بعد العطاس تتحقق مصلحته بقوله سرا فقله. لو سمعت مؤذنا هل تردد وأنت في دورة المياه ولا ما تردد؟ تردد فيما بينك وبين نفسك بدون صوت مجهور. لما؟ لأن مصلحة الترديد الشرعية تتحقق بقولها سرا. لو أن إنسانا خارج دورة المياه سمعك تعطس فقال يرحمك الله، فهل تقول يهديكم الله ولا تقول كل تراب؟ أنا ما أذكر الله في الخلاء. ترد ولا ما ترد؟ أجيبه. لا ما يرد. ما ترد. ليه ما أرد بهذا؟ لأن المصلحة ما تتحقق إلا بماذا؟ بقوله جهرا. طيب سمعت رجلا خارج دورة المياه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصلي على رسول الله في بينك وبين نفسك ولا لا؟ شوف بدأتم تجيبون لما عرفتم ايش؟ الأصل الذي يجمع ويفرق. هكذا يصنع طلاب العلم، أنك تعطيه الأصل وهو بنفسه يستطيع أن يستنبط لهذه الفروع أحكاما. فالأحكام التي ترونها في الزاد وفي الروض المربع وفي جميع كتب الفقهاء لم ينتجها الفقهاء هكذا، أنتجوها لأنها قواعد هناك في أذهانهم. القاعدة تفرز وهو يكتب وقلمه يكتب، القاعدة تفرز وقلمه يكتب، القاعدة تفرز وقلمه يكتب. أنا بدل ما أعلمه إفرازات القلم أريد أن أعرفه إيش؟ ما تقرر في الذهن، حتى يفرز قلمه كما أفرز قلم العالم الأول. فلا يفرز القلم إلا إذا تعلمت الأصول، تعلمت القواعد.